تمام. خليك بقى مركز معايا، من الجمعه دايما في تفاصيل كتير. ركز في اللي هقوله لك في قصه كهرباء. اكتر حاجه بنتسأل عليها هي كهرباء. كهرباء ايه ظروفه؟ كهرباء قاعد، كهرباء هيتوقف، كهرباء كذا كذا. طيب اتحاد الكوره بعت للفيفا صباح الخير، عندنا لعيب اسمه كهرباء، ايه الاخبار؟ فترة الايقاف بتاعته هتنتهي امتى؟ وهيبقى ينفع يلعب ولا ما ينفعش يلعب؟ ولا الدنيا هتبقى ماشية ازاي عشان احنا نبقى عارفين راسنا من رجلنا. المفروض انه 11 يناير الميعاد يخلص. فسؤال اتحاد الكورة واضح، بعد 11 يناير الراجل ده يلعب ولا ما يلعبش؟ فطبعا الناس اللي قاعده قدام التلفزيون لك هو دفع الغرامه عشان يلعب ولا معاش؟ اما اتحاد الكوره بيبعت عشان خاطر كده. هيبعت يقول له والله بص احنا عندنا الموقف كذا 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 كذا، وانت قايل عقوبه لمده كذا، فهل هو ينفع يلعب ولا ما يلعبش؟ ناس بتقول لك والله لا هو هيرجع يلعب بعدين يتوقف تاني لحد ما ياخدوا قرار تاني. ناس بيقول لك لا والله هو مش هينفع. لكن انا مش هسبق لك الاحداث في دي، لان دي لوائح وقوانين واحكام وحاجات شبه كده ما تقدرش تستشفها من على بعد. ده مش خبر او معلومه او مفاوضات ما تقدرش تستشفها. انما اللي اقدر اقوله لك ان اتحاد الكوره واخد قرار انه مش هينفع اللاعب يحصل اي حاجه في رجوعه الى ارضيه الملعب مره اخرى الا باذنه او باستطلاع راي او بمعرفه الفيفا نفسه. الفيفا قال لهم رجعوه لحد ما يبقى في قرار تاني ما يشتم. لا ما ترجعوهوش، سيبوه قاعد هو موقوف ومددنا فتره الايقاف بتاعته كذا كذا. وتاكد تماما وافتكر كلامي اللي بقوله لك ده، انه في ملف ايقاف كهرباء هيكون في تفاصيل كتيره جدا جدا. في تفاصيل كتير، تفاصيل من كترها انت مش هتقدر تستوعب هو ايه اللي بيحصل. مفاجآت، وارد يحصل مفاجآت. عواقب كتير مترتبه على اللي هيتبعت من الفيفا. في عواقب كتير جدا جدا. عندي بيها معلومه بس ما اقدرش اقولها لك، لانه في النهايه هي متغيره بطبيعه الموقف. فلو قلت لك النهارده هتيجي بعد ما يحصل حاجه يقول لك انت قلت كذا وده ما حصلش، وانت قلت كذا وده ما حصلش، وده ما نفعش وده ما مشيش. ما عشان خاطر حصل كذا 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 كذا. فعشان ما ناخدش وقت في ان احنا نشرح انه في متغيرات كتير خليها لينا. بس اللي اقدر اقوله لك انه بناء على القرار اللي هتاخده الفيفا قد يكون هناك نتائج وعواقب كتير جدا جدا في قصه كهرباء ومساله عودته مره اخرى.